بصوا يا جماعه، في حاجه ناس كتيره ما تعرفهاش، وهو ان اساس الكبده الجملي انك تاكلها وهي صبحه ولسه مذبوحه حالا. احنا دلوقتي بقى عند ابو عصام في كرداسه، وهو من اشهر الناس اللي بتعمل كبده جملي صبحه في كرداسه كلها. اللي بيعمل كبده جملي صبحه في كرداسه يعتبر الناس قليلين جدا. نلعب اللعب ده يعني. بصوا بقى، احنا هنحتاج كيلو وربع. بص، هو بيبقى الكبده الجملي عامه بتبقى مشكل، بتبقى عباره عن كبده وكلاوي وكمان قلوب وواخده طحال واخده لحمه. ده كل ده مع بعض تمام يا ريس. يعني مش تبقى كبده لوحدها. لا ما تبقاش كبده صفر. بص بقى، الوزن اللي انت بتطلبه بيتوزن قدامك كده. انا عايز اسال بس على حاجه، هي دي سنام ولا دي ايه الدهون دي؟ الدهون ديت بتاع الكلاوي. بين الكلاوي؟ تبقى بتاع الكلاوي. تبقى شطه في لا الكلاوي من بره. اللي هي بيت الكلاوي. هو تحط طعم. احلى حاجه في الكبده الجملي ان انت في اقل من 5 دقائق هتاكل طاسه فيها كل حاجه، كبده وكلاوي وقلوب وطحال ولحمه. عايز اقول لكم ان بيبقى في فرق رهيب اصلا بين الكبده الفريش وبين الكبده اللي مش تبقى مش صبحه. اهم حاجه يشوفوا الحاجه الفريش. اهم حاجه الفريش. حبيبي يا سامي. الف انا وشايف. بص بقى، بعد ما بتوزن الكبده بتاخدها وتقعد تقطع فيها. قطع بقى وننضف الحاجات اللي هي مش هتتاكل بنرميها. تطلب الكبده 5 دقايق زي ما قلت لكم تتعمل، تقعد بقى على الطاسه. بص، اول حاجه ننزل بالدهون اللي هي ايه، بيت الكلاوي حبيب قلبي تسلم. بص شويه زيت كده بقى، ايه لزوم الحبشتكنات. بص بقى نقلب الدهون دي. لا والله العظيم. الفلفل ده ايه؟ دي اللمسه دي بتاع الباشمهندس. بص بقى ايه، نقلب كده كله في بعضه. بصوا احنا بننزل بالحاجات اللي بتغيب في السوا، وبعد كده الحاجات اللي ايه اللي بتستوي بسرعه. يعني عندك كبده بتستوي بسرعه جدا. اللهم صل على النبي. الله ينور عليك. انفع. بص بقى الكبده والقلوب والكلاوي بتقطع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلي على سيدنا النبي. صلي على النبي. اللهم صل على حبيبنا. الله ينور عليك يا ابو عصام. بص بقى بعد كده بينزل بالمشكل كله. ايوه. ده المرحله الثانيه. دي كلاوي على طحال. على قلوب. كلاوي على قلوب. فيها طحال تقريبا. في حاجه هتولع ولا اي حاجه؟ كله تحت السيطره. بعد كده بينزل كمان بالفلفل الحامي. بصوا فلفل كوبي ده تاتش من عندنا. بص بقى، هتفرش العيش كده لحد اخر لقمه هيفضل سخن. الكبده ذات نفسها لحد اخر لقمه هتفضل سخنه، لان انت بتاكل جوه الطاسه، مفيش حاجه هتبرد. اساس بقى الكبده يا جدعان ان هي تتاكل زي ما هي كده، تحس بطعم الكبده، مش طماطم بقى والبهارات الكتير الكلام ده كله. كل ده هيدينا طعم الكبده اصلا. بس الناس. الله عليها كده ضعيف. خلاص والله ثواني يا باشا. حسين الثوم بس. طبعا مفيش قوطه. قال لك انا مين هنطبخ ولا ايه يا حاج؟ ده كوليسترول صحي. رشه ملح خفيفه كده تحس بطعم الحاجه، فما يمنعش برضه شويه بهارات. الله ينور عليك يا ابو عصام. بعد كده بقى الكبده اللي يا دوب اقل من دقيقه هتلاقيها استوت. ده خليها تحت كده. ايوه يا بس. ايوه كده. طلع الحبيب. سخنه ولا ايه؟ ايوه لسه مذبوح حامل. صح. سخنه قوي. الكبده بتقرمش يا جدعان، في فرق فظيع بين الاثنين اصلا. موضوع القرمشه بتاعها، انا اول ما اكل كبده تلاقيها بتقرمش بالشكل ده. ايه ده؟ الحلاوه دي. الحلاوه دي بجد والله تسلم ايدك. الف انا جوع. لا والشفا. حاجه في 5 دقايق كلها استوت.
انا عايزك تاكل يا باشا. اهو جاي اهو. عايزك تاكل. اهو جاي لك كل ثواني. طيب. اهو ماشي اهو. الكبده والكلاوي واللحوم كلهم مستويين، في حاجه كلها فيها عضه كده باختلاف الكبده اللي جربناها قبل كده ما كانش فيها العضه دي خالص. الكبده اللي جربناها قبل كده انا دلوقتي اقدر اقول عليها ان هي كبده عاديه، دي بقى اقدر اقول عليها كبده جمل. بص ده بقى ايه، كوليسترول صحي. شكلها عامل ازاي. بص بينزل بقى معايا كمان جزر مخلل. عاوز طماطم عاوز. ايه رايك؟ بس حلو. لا الصراحه دي بقى خلصنا الكبده، نقعد بقى في الخيمه اللي جوه دي، هم عندهم زي نظام خيمه وكده اللي هي حاجات البدويه، نقعد بقى نشرب الشاي البردوي بتاعنا جوه. القعده خطيره. الشاورما بتصب ازاي؟ ماشي من بعيد صح؟ ايوه تسلم. ماشي. ماشي. انت من ساعه النمره الجديده دي وانت ماشي يا احمد. النهارده ساعه تعالى بقى انت. عشان يطلع الغاوي دي. ايوه بالظبط. لو عوزت سكر ولا حاجه. الشاي البردوي حلو كده. بس صلوا على النبي. ده شكل الشاي البردوش. ده شاشة في الدماغ. ده كوباية الشاي دي تشعشع في المطبخ اليوم كله. الموضوع بصراحة نفسية. والله العظيم احلى حاجه فيك انت بقى، الله اكبر. والله العظيم الحس بتاعك عالي. بس بصراحة شاشة في المخ يخليك بص فايق اليوم كله اصلا. بس معاك كده تقول بقى اكل كبدة جملي من قلب كراسة من عندك واحد من اشهر الناس بتعمل كبدة جملي الصبحة وهو بعصام. تجربة بقول الصراحة تجربة خطيرة، هكررها كتير جدا جدا جدا. ممتعة جدا، بس راحة نفسية بعيد عن الدوشة بعيد عن أي حاجة. بس كده